السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم هنا كينغدوم أرينا، هنا الجولة 22، هنا الهلال والخلود. كايو سيزار، سالم الدوسري، ليوناردو. هذه قائمة الهلال في مباراة الليلة. عزل غيابات بالنسبة لفريق الخلود، لا شك عند غياب بالنسبة لويليام عيكونغ جدا كويادو. الثنائي يغيب عن الخلود في مباراة الليلة. الهلال يغيب عنه دائما ميتروفيتش. الكرة ملعوبة في صالح الخلود بمحاولة أيضا لودي يترك مكانه لمتعب الحربي الذي أخطأ في إبعاد الكرة الماضية. حتى ليوناردو يتراجعون في الخلف. الكرة العرضية براسية واصلة إلى خارج أرض الهلال. أيضا أدار مباراة للهلال من أمام الرائد. الكرة اللعب إلى صالح الخلود في محاولة وانطلاقة، لكن الكرة مقطوعة. عادت مرة أخرى لصالح الهلال إلى سافيج. سافيج يلعب كرة طويلة في الجهة اليمين. المحاولة الهلالية بالطرف الأيمن. سيطر على الكرة من جانب كايو سيزار، وكايو يرجع الكرة في الخلف إلى مالكوم. مالكوم لسالم إلى مالكوم. سيزار أخذ كرة لعبها إلى مالكوم بتمريرة لسالم. الله على لقطة للهلال غابت كثيرا، لكنها تظهر الآن عبر راسية مالكوم بلحظة، لكنه يظهر الآن براسية يسجل معها سادس أهدافه في مسابقة الدوري. الكرة اللعب من كايو سيزار إلى محاولة إلى مالكوم لمنطقة الجزاء. ليوناردو سالم الثاني للهلال. 2-0 المباراة في وقت مبكر. الهلال يسجل ثاني أهدافه. إنها لحظات الغضب، لحظات الزعيم الغاضبة. الهلال ينفجر غضبا أمام الخلود. الزعيم لا يترك مجالا لرجال بالذكر الذي يأتي في أسوأ توقيت لمواجهة الهلال الغاضب. الهلال ينفجر غضبا في شباك الخلود. إعادة توازنهم في المباراة عبر كرة اللعب إلى الخلف، إلى تمريرة واصلة في منتصف ملعب الهلال لتمريرة مرت على الجهة اليمين. المحاول الخلود لكن فيها راية وتسلل. طبعا جيسو قال بأن الهلال بطبيعته لا يقبل الهزيمة، وعندما يخسر يبدو وكأن العالم قد انتهى، لكنه الهلال لم ينتهي بعد. هكذا يقول جيسوس الذي قال بأنه ما زالت الآمال حاضرة بالنسبة له في سباق الدوري، ويتبقى 39 نقطة متاحة أمامنا، وقال بأن أمامنا أهداف أخرى أيضا في كأس العالم. الكرة اللعب بعرضية لكنها مقربي. متعب يلعب كرة في منتصف الملعب تصل إلى سالم. سالم يتقدم، سالم الدوسري. سالم مع الكرة على الجهة اليسار. سالم يحاول في كرة تعود إلى الخلف إلى متعب الحربي، يلعبها لسافيج. سافيج لمتعب على الجهة اليسار، عرضية لكنها مبعدة من الدفاع من حمدان الشمراني الذي يأتي كلاعب مدافع في مباراة الليلة، لأنه يرغب أمام كوليبالي بين هذه الأسماء المتواجدة. وكرة مقطوعة من جانب جروهي. عادت مرة أخرى إلى سالم الدوسري. سالم يلعب كرة لسافيج، وسافيج بعرضية ومحاولة هلالية لكنها تقطع. متعب يأخذ الكرة من الجهة اليسار. متعب يلعب كرة باتجاه سالم الدوسري. سالم يمررها لمنطقة الجزاء العرضية، والمحاولة للهلال لكنها قطعت وعادت في صالح فريق الخلود. الخلود يتقدم بكرة هوساوي يلعب كرة عند ميزياني موليدة يلعب كرة طويلة إلى الأمام، يلعبها عند مالكوم يمرر كرة بمنتصف الملعب. روبن نيفيز في محاولة وتمريرة طويلة أمامية. الكرة واصلة لكايو سيزار الهلالي الذي بدأ فيها الموج الأزرق شوط المباراة الأول. مالكوم يلعب كرة إلى ليوناردو، والغضب مستمرة لكن التسديدة من ليوناردو مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى
في صالح من يذهب لمناطق الدفاع والكرة ملعوبة في الجهة اليسار. انطلاقة، مرور، تقدم ومحاولة. مفتاح المساحات لا ينتظر الفرصة بل يصنعها مزياني وتلقى 5 هزائم. تطور واضح بالنسبة للنتائج مع بن ذكري. أداء الثقة من جديد بالنسبة لفريق الخلود. الكرة اللعب على الجهة اليمنى إلى محاولة، لكن كرة مرت إلى خارج أرضية الرمية الجانبية منفذة إلى كرة اللعب ومحاولة وانطلاقة وعرضية، لكن روبن نيفيز يلعب كرة طويلة في الأمام عند كانسيلو في محاولة واصلة لصالح الهلال بمحاولة بمنطقة الجزاء واصلة لمالكوم. الله، ليس الهلال من ينفجر غضبا بل مالكوم اللي سجل ثاني أهدافه في هذه المباراة. مالكوم يسجل ثاني أهدافه في المباراة وهدف السابع في الدوري. الهلال يتقدم بهدف ثالث والخلود يذهب ضحية لغضب مالكوم ولغضب الهلال الذي يتقدم الآن بثلاثية في ثلث ساعة مبكرة بشوط المباراة الأول. كرة اللعب على الجهة اليمين، هوساوي يلعب كرة واصلة إلى موليكا والكرة وصلت إلى منطقة الجزاء والصافرة بركلة جزاء. القرار يأتي من ماتياش حكم المباراة الذي أشار إلى قرار بركلة جزاء في هذه اللقطة. شوف موليكا في السيطرة على إذا حكم المباراة سيعود من صحة القرار بعد العودة لتقنية الفيديو. يشبه قرار بعد أن احتسب ركلة الجزاء يتراجع عن قراره. كلاسيكو لكن يبقى حضوره ورقة مهمة عند جيسوس، لاعب قادر على كسر التكتلات، وجوده يشكل جبهة مهمة في الطرف الأيمن. صالح الهلال إلى محاولة على الجهة اليسار. سافيج انطلق وتقدم في الأمام. سافيج إلى سالم وسالم الدوسري يلعب كرة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة ترتد من جعفري مرت إلى خارج أرضية الملعب والوصول لهدف رابع. وكرة تلعب عرضية وراسية من كايو سيزر. أخذ كرة ينطلق فيها للأمام للهلال لتصل في الجهة اليمنى إلى كايو مع الكرة. كايو ينطلق، عدى كايو يلعب كرة عرضية. الله، ليوناردو في غياب ميتروفيتش لم يغلق باب الأهداف في الهلال. ليوناردو يفتح بابا آخر في غياب ميتروفيتش، لم يغلق باب الأهداف مع الهلال. ليوناردو يفتح بابا آخر. شوف الكرة براسية ليوناردو اللي ينجح في تسجيل الهدف رقم 15 في 14 مباراة. ليوناردو وبراسيته وعلى طريقة ميتروفيتش يسجل الهدف الأولى من زمن شوط المباراة الأول. نصف ساعة كانت كفيلة بأن يسجل الهلال 4 أهداف. الهلال الذي جاء بكل شهري ماذا سيفعل الآن؟ الكرة الآن تصل لكايو سيزار. المحاولة ملعوبة في الجهة اليمين عند ليوناردو في الملعب. دي كرة لعبت على الجهة اليسار. سالم ياخذ الكرة من الجهة اليسار. سالم الدوسري يلعب كرة بعرض الملعب لكنها مقطوعة. هدف حضور ولو بالقليل بالنسبة للفريق الذي يواجه عاصفة هلالية قوية في شوط المباراة الأول. سافيج ياخذ كرة، سافيج يلعب كرة طويلة في الأمام. سالم الدوسري ياخذ كرة من الجهة اليسار. سالم ينطلق بها بعرض الملعب إلى مالكوم والتسديدة من مالكوم. التصدي جاء من حارس المرمى. مالكوم تضيع عليها الفرصة هذه المرة، كان في طريقة لتسجيل هاتريك من اللقطة الماضية، لكن التسديدة الماضية من مالك الماضي تلقى 23 هدف في 34 مباراة. أرقام تكشف خلل كبير على مستوى الدفاع. يحتاج مالكوم الذي عاد واستفاق في مباراة الليلة. روبن نيفيز دائما له إسهامات في جمال الهلال. يلعب كرة من الجهة اليمين. الهلال بمحاولة وكرة وتقدم وعرضية لكنها واصلة
واصلة 2016 في نهائيات يورو 2016. كرة اللعب لصالح الخلود على الجهة اليسار إلى محاولة كانت عند مزيان موليدة، لاعب خطير للهلال على الجهة اليمنى إلى محاولة وانطلاقة في الطرف الأيمن، والكرة فيها كايو سيزر. هذه الرباعية قابلة للزيادة، والكرة اللعب من كايو لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، وكأن تلعب طويلة إلى منطقة الجزاء، والمحاولة بالراس على الجهة اليسار لمصلحة مزيان موليدة يحاول مرور الله على كرة من مالكم يمرر كرة انطلاقا للهلال ومحاولة وكرة لكانسيلو الله يلعب كرة إلى كايو، وكايو مع المحاولة في الجهة اليمنى. كايو يحاول يلعب كرة إلى كانسيلو، وكانسيلو كرة قطعت وعادت كرة معه، والانطلاقة في الأمام على الجهة اليسار، والعرضية لمنطقة الجزاء خطيرة أبعدت من الدفاع. يرضي شيئا من غرور الجماهير الهلالية بتقدمه واكتساحه في شوط المباراة الأول برباعية مقابل لا شيء. الكرة اللعب على الجهة اليمنى والتسديدة، لكن التغطية حاضرة من أمام همام الهمامي. الكرة لعبت لسالم الدوسري إلى همام الهمامي يلعب كرة عرضية واصلة باتجاه الخلود بكرة عادت هلالية في الجهة اليمين. مالكم يلعب كرة للأمام، وكرة تبقى لصالح الهلال بتمريرة عند ليوناردو في محاولة للتسديد، لكن كرة وصلت إلى جانبية، وكرة تسدد لكن وصلت إلى ثم دوران من كايو الذي يبقي الكرة في صالحه ليلعب كرة بعد ذلك باتجاه كانسيلو. العرضية والرأسية جاءت من روبن نيفيز أو من ليوناردو إلى خارج أرضية الملعب. ليوناردو ورأسية ذلك مشوار آسيوي. الكرة اللعب إلى كايو يمرر الكرة لعبت لصالح الهلال، حلوة الكرة وصلت باتجاه سالم الدوسري إلى ومالكم في مرور وليلة تألق. مالكم يلعب كرة عرضية وصلت على الجهة اليسار لسافيتش، وسافيتش ارتكب مخالفة في هذه اللقطة، وكرة ثابتة ركلة حرة تذهب إمام الهمامي. همام يحاول في كرة ملعوبة بعرض الملعب، وفرصة قادمة للخلود إلى منطقة الجزاء، لكنها تصل باتجاه حارس خرج بخسارة بهدفين مقابل هدف من أمام العروبة. كرة للهلال لعبت عرضية ورأسية لكنها تمر إلى خارج في لقاء الخليج الاتحاد. الكرة مالكم يلعب كرة تعود له مرة أخرى، الكرة على الجهة اليمنى إلى كايو يمرر الكرة إلى كايو كرة اللعب جول! هدف هلالي خامس، الهلال يتقدم ب5 أهداف. موج الهلال إذا ارتفع ستغرق في محيطه. الخامس لصالح الهلال، لا تلعب مع الهلال إذا ارتفعت أمواجه، لا شك بأنك ستغرق في محيطه، والهلال يسجل الهدف الخامس. موج الهلال إذا ارتفع الذي جاء ليستمتع ويمتع جماهيره في مباراة الليلة. كرة اللعب طويلة في الأمام باتجاه مارسيلو جروهي واصلة في هذه المباراة مدرب الهلال. الكرة اللعب سالم تقدم، سالم انطلق، الله حلوة الكرة كانت من سالم، كان ممكن أن نشهد نهاية رائعة من سالم في الكرة الماضية. شوف الانطلاقة، شوف الكرة لسالم الدوسري، عدى أكثر من لاعب، لكن في النهاية الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى عند عناصر الهلال لتعويض الجماهير الهلالية. الكرة لعبت على الجهة اليمين من الحمدان، هذا الفرق السعودية من الهبوط. الكرة اللعب بالخطأ بين حارس المرمى والمدافعين لتصل في صالح الخلود، لكنه لم يستثمر الفرصة، الآن استثمرها وبكل قوة. الكرة في الشباك لصالح الخلود اللي سجل هدف الأول، هدف قوي. جيسوس يتابع الأخطاء المستمرة بالنسبة للمدافعين وحارس مرماهم. هذه الكرة اللي لعبت من الجهة اليسار ثم بالخطأ مرت من أمامي كانو لتصل الكرة في الشباك، وكرة الهلال انطلاقة من الهلال على الجهة اليسار، وكرة ملعوبة عرضية ساقطة، مرت الكرة براسية، محاولة تعود في الوراء لصالح عناصر الهلال على الجهة اليمين. كايو
كايو مر، عدى، تقدم، وكرة ما زالت مع كايو، لكن الكرة واصلة باتجاه حارس المرمى، واصلة لحارس المرمى. شوف المرور، شوف المهارة الفردية العالية عند كايو سيزار، شوف الرؤية. صوت الهلال بخماسية تتعالى أصوات جماهيره في المدرجات، وكرة اللعب بعرض الملعب. كرة في صالح الخلود على الجهة اليمين، التغطية حاضرة لتعود أنسلو بعرض الملعب لسالم، سالم الدوسري عدى ومرر الكرة مقطوعة، وصلت لسالم، الكرة لسالم وتسديدة مرت من قروهي لأنها كانت مخادعة بصعوبة. قروهي أبعد الكرة لتصل الكرة الآن عند كنو، وكنو مع الكرة يتقدم للأمام، يهاجم كنو، ما زالت مع الكرة إلى كايو. كايو يريد أن يتوج هذا العطاء، لكن كرة قطعت ووصلت الآن إلى صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. كرة ثابتة، ضمك إلى عرضية بعيدة في أقصى اليمين لضمك الآن. واصل خلود الذي يحصل على ركلة ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء وتسديدة، لكنها بعيدة. هناك في الاتجاه الآخر مرت الكرة لصالح الخلود عند همام الهمامي، همام وسالم وسير على كرة، وهمام ما زالت الكرة معه، عد همام الكرة مع همام، ومرت لصالح الهلال. محمد كنو ونقلة إلى الدوسري، دوسري في كرة قطعت، عادت من جديد في صالح الهلال الذي يصر على أنه هناك. كرة اللعب على الجهة اليسار إلى محاولة، سالم يرجع كرة في الخلف، لكن بكرة موقف الفريق في المنافسة. الكرة اللعب لكايو، كايو ينطلق للأمام، كايو مع الكرة، لكن في النهاية. وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد. وإذا كنت جديدا في القناة اشترك الآن وانضم إلى عائلتنا هنا. اتركوا لي تعليقاتكم وآرائكم حول الفيديو أو أي اقتراحات لفيد.